عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي اصلا الساعه 10 الصبح والشوارع فاضيه خالص. انا نزلت لان انا كنتش خرجت في العيد خالص. كان جوزي المفروض شغل ما كانش اجازه وانا كمان كنت تعبانه جدا، وكانت طبعا الشوارع زحمه جدا. يعني ما كنتش عارفه ان انا انزل بالولاد يعني لوحدنا وكده. وطبعا انتوا عارفين يعني ايه بقى مقضيين العيد كله في البيت، فده طبعا مفيهوش اي اجازه بالنسبه للست يعني. فالعيد كله اصلا كان مطبخ وانا اصلا تعبانه. صاحبتي بقى قالت لي لا، بما ان جوزك بقى خلاص اجازه النهارده فهنخطف كده ساعتين الصبح نفطر فيهم بره، او حتى نشرب قهوه كده مع بعض. احاول ان انا افصل شويه، وباذن الله بكره بقى هيبقى اليوم بتاع الولاد وكده. انا مش هتاخر، انا كده كده كنت نازله اصلا علشان محتاجه شويه حاجات يعني اشتريها، فنزلت بس بدري شويه عن ميعادي هقعد معاها كده. فتعالوا بقى كده اخرجوا معانا ونشوف بقى بعد كده اليوم هيكمل ازاي. يا صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده كان خامس يوم العيد الصبح. عايزه اقول لكم ان 4 ايام العيد كانت الدنيا زحمه جدا. انا كنت كل ما افتح كده الفيسبوك ابص مثلا على الاماكن اللي عامله حفلات او القرى السياحيه اللي عامله دي يوز او كده، الاقي الصور والفيديوهات زحمه رهيبه رهيبه. يعني المكان ده تحديدا كان لحد ربع يوم العيد، يعني لحد الفجر كان المكان زحمة جدا. بس يعني وقت ما انا نزلت كانت الدنيا هادية خالص خالص خالص. نزلنا كده زي ما انتوا شايفين وطلبنا الفطار، وده كان شكل الفطار اللي جالنا. وبعد كده نزلت اتمشيت على البحر. انا لما طلعت على البحر برضو كنت متوقعة ان هيبقى فيه زحمة، لان برضو 4 ايام العيد كان يعني كانت الناس فعلا فوق بعضها. بس برضو لقيت لا، الدنيا هادية خالص. غالبا معظم الناس اللي رجعت شغلها، يعني الناس اللي هو القطاع الخاص رجعوا شغلهم. معظم برضو الناس الأغراب اللي كانوا جايين من سفر، طبعا كل واحد بدأ يرجع بلده حتى لو الأجازة لسه ما خلصتش، بس خلاص يعني بدأوا بقى يرجعوا تاني علشان يبدأوا يظبطوا أمورهم قبل ما يرجعوا الشغل. هو المفروض ان الشغل يعني يرجع من التلات، بس في ناس راجعين من الاثنين. طبعا الناس بتوع الثانويه العامه الله يكون في عونهم، سواء بقى مدرسين مراقبين او طلبه، لان كان عندهم امتحان يوم الاحد. يعني هم الطلبه بالنسبه لهم اجازه العيد دي كانت مذاكره. ربنا يا رب يكون في عونهم وينجحهم كلهم. فده طبعا خلى بقى الدنيا يعني تهدى. البلد كانت هاديه جدا، مفيش زحمه خالص، هدوء كده وروقان غريب. يعني انا بقى يعني كنت شاكه ان ايه، لا دول كانوا سهرانين لحد الصبح في الشوارع، فعلشان كده خلاص بقى يعني نايمين الناس دلوقتي. بس اكتشفت ان لا، يعني عرفت بعد كده ان معظم الناس خلاص رجعت شغلها. احنا بالنسبه لنا العيد السنه دي كان في البيت. ما نزلناش غير مره واحده بس، كانت زياره عائليه ورجعنا على طول. وباقي الزيارات بقى هي اللي جت لنا البيت. ف كنت يعني علشان اوفر لهم بقى جو ان هم في عيد وفرحه والكلام ده، فكنت طول الوقت بقى حلويات وتسالي وسايباهم يلعبوا براحتهم، وطبعا بلم وراهم وكده. فكنت حاسه ان انا محتاجه افصل شويه، فنزلت ما طولتش. يعني هو الحكايه كلها كانت ساعه ونص ساعتين ورجعت على طول. يعني انا نازله الساعه 10، راجعه البيت بالظبط 12 وتلت. بس شويه دول فعلا فصلت فيهم. يعني نزلت كده اتمشيت، شميت هوا نضيف شويه كده في الروقان. وهما في الوقت ده اصلا كانوا نايمين، يعني هو كان باباهم في البيت بس هما كانوا نايمين. فما حسيتش ان انا قصرت يعني من ناحيتهم، وهنشوف بقى هنعوضهم بكره ازاي. انا هنا بقى كنت رجعت البيت خلاص ونمت شويه، وصحيت بقى قلت اكمل الروقان واعمل القهوه. وانا واقفه كده ايه بحضر الغدا. انا حاطه هنا كده حله على النار فيها ميه بتغلي لحد ما اشرب القهوه، وبعدين نشوف هنكمل ونعمل ايه. ورايا حاجات كتير جدا في المطبخ، لان امبارح كانت الميه ضعيفه جدا وقطعت بالليل، ولما صحيت الصبح قبل ما انزل برضو لقيتها ضعيفه، ولقيتها لسه قطعه يعني.
بدأت تيجي اول ما رجعت، فقلت انام شويه كده لحد ما ترجع بقى وتشد وكده. انا ببقى يعني في عندي ميه ملياها احتياطي، لان الفتره دي في تصليحات وبتقطع كتير، وببقى ماليه ميه احتياطي للميه للشرب يعني وللطبيخ وكده. بس طبعا بيبقى في حاجات في المطبخ محتاجه ان انا اشطبها واغسلها طبعا مش بتنفع يعني بالميه اللي انا ملياها. فهشرب القهوه كده وادخل بقى على المطبخ نشوف هنعمل غدا ايه، واكمل الحاجات اللي ورايا. هنا كده كنت شربت القهوة ورجعت بقى على المطبخ، قلت اعمل لهم غدا خفيف يعني. حاولت ان انا افصل شوية، طبعا احنا طول ايام العيد بقى طبيخ وطواجن وفتة والحاجات دي، فقلت افصل شوية كده واريح شوية. علشان كمان كان ورايا حاجات كتير في المطبخ زي ما قلت لكم. احنا المية قطعت عندنا قبل العيد 7 ايام متواصلين، ما كانش في نقطة مية. ومن وقتها المية كده بيجي عليها اوقات تضعف شوية. ف مرضتش يعني ايه اضغط على نفسي، قلت عايزه اخلص اللي ورايا بسرعه علشان اعرف اشغل الغساله قبل ما الميه تضعف اكتر من كده. وطبعا مش هينفع ان انا اشغل الغساله وابقى شغاله في المطبخ برضو فاتحه ميه، علشان ضغط الميه كده هيبقى ضعيف على الغساله، مش هتشتغل وممكن تبوظ مني او تتحرق او كده. فقلت الغدا النهارده كده يبقى خفيف، حطيت كده مكرونه تتسلق وطلعت بقى كمان حاجات يعني عشان اعملها مع المكرونه. وطبعا انا كنت واقفه بطبخ وفي نفس الوقت برضو شغاله على الحوض. سبت المكرونه تتسلق، وفي حله تانية كده على النار حطيت شويه من الزيت، ومعايا كميه بصل مقطعاها. هنزل بكميه البصل دي، انا عايزه البصل يتكرمل شويه، وبعد كده هبدا يعني اشيله واكمل باقي وصفات يعني باقي خطوات الاكله. نزلت البصل كده معايا وحطيت معاه بصوا رشه بسيطه خالص من السكر، يعني انا هوريها لكم كده رشه ما بين صوابعك كده. ما تخافيش مش هتأثر في الطعم خالص، بس دي هتساعدك في ان البصل يتكرمل كده اسرع، ويعني بتديله طعم حلو يعني. بس مش هتحسي ان انتي بتاكلي حاجه مسكره يعني. انا قلت اعمل الكبده كده النهارده بالطريقه دي كتغيير، لان طبعا العيد الكبير يعني اكيد كبده اسكندراني، اكيد في يوم فطرته او اتعشيته فيه كبده اسكندراني، فقلت اعملها بطريقه يعني مختلفه المره دي. هنا كده كانت المكرونه اتسلقت، وبدات ان انا انزل بصلايه على النار، بصلايه صغيره كده، وحتى قطعتها على ايدي يعني ما نزلتلهاش الكبه، مع شويه زيت ورشه من الملح. وبدات ان انا احمر البصل ده عشان اعمل الصلصه. وهنا الكبده كانت البصله خلاص كانت اتكرملت، هبدا اشيلها. ما رضيتش انزل عليها الكبده عشان يعني عايزه الكبده تاخد صدمه، مش عايزاها تنزل ميتها. لو كنت نزلت الكبده على البصل كانت هتنزل ميتها، فكانت هتشد. تمام. انا بقى في التجهيزات اللي كنت عاملاها للعيد كنت عامله صلصه جاهزه، دي بتنجز معايا جدا في الوقت. بتتحط كده في التلاجة، طبعا بتتحط معاكي في الفريزر عادي جدا وقت طويل جدا. في التلاجة بقى تتحط معاكي مثلا من اسبوع ل10 ايام عادي. فانا بعمل كمية في الفريزر وبنزل على قد استعمالي يعني في التلاجة. ده كان تقريبا اخر شوية عندي، فلما اجي اعملها تاني هعملها معاكم واوريلكم يعني بعملها ازاي. منجزة جدا في الوقت وبتسعف بصراحة، وبتوفر برضو لان بتبقى مركزة جدا، بتبقى زي الصلصة الجاهزة يعني، غير الطماطم اللي انتي بتضربيها فريش خالص. في الحلة بقى اللي هعمل فيها الكبدة نزلت معايا بمعلقة محترمة كده من السمنة البلدي، ومعايا الكبدة انا كنت مقطعاها مكعبات. الكبدة عشان تعرفي تقطعيها مكعبات من غير ما تتهري منك وتحسي ان انتي قطعتيها يعني الحجم شوية قد بعض، قطعيها وهي لسه فيها تجميد. ما تستنيش ان انتي يعني لو هي عندك في الفريزر ما تستنيش ان انتي انها تفك يعني خالص من التجميد. لا، لما تقطعيها وهي لسه فيها تلج كده هتعرفي تتحكمي فيها. وبدأت ان انا حطيتها في مصفى كده، وحطيت عليها 2-3 من الخل، وسبتها في المصفى دي 10 دقايق كده عشان تنزل اي حاجة فيها يعني. طبعا الكبدة ما بتبقاش
يعني ما بتبقاش محتاجه تتغسل وكده، بس لما بتبقى عندي في الفريزر انا بحب اعمل فيها كده، بحب اسيبها شويه كده تصفي اي حاجه مكان التجميد. وببدا اشتغل بيها عادي. نزلتها كده طبعا على نار عاليه، واستنيت لما السمنه سخنت قوي ونزلتها في الحله، وما قلبتهاش على طول، انا فردتها كده بس لحد ما تاخد صدمه من تحت وتبدا تمسك نفسها. لو قلبتيها كتير هتتهري منك وهتنزل ميتها ومش هتبقى يعني احسن حاجه يعني. فسبتها كده لحد ما بدات تاخد لون من الجنب اللي تحت، وبعدين ببدا اقلب كده بالراحه. واول ما تبدا تدخل كده في السوا وتاخد صدمه من كل الجوانب، هبدا ارجع عليها تاني البصل، وهبدا بقى احط لها التوابل. انا حطيت كمان عليها فص ثوم مفروم. انا حطيت ثوم في الكبده وحطيت ثوم في الصلصه، بس ما ظهرش في الكاميرا. من كتر ما الجو حر في المطبخ كانت الكاميرا بتفصل، كانت بتسخن وتفصل مني. فالمهم يعني انا حطيت على الكبده ثوم، وحطيت ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، ولو عندك قرن فلفل حامي قطعيه وحطيه، بتبقى حلوه جدا. والصلصه برضو نفس النظام، ملح وفلفل اسود وشطه، وحطيت عليها توم وسبتها. طبعا ما بتاخدش الصلصه ما بتاخدش وقت كتير في التسبيك، لان يعني هي متسبكه تقريبا. وبس كده يعني. كان يوم كده ايه خفيف، وخلصت بقى. احنا ما اتغديناش في وقتها، انا خلصت الاكل كده وسبته يعني في الحلة كده، غطيت عليه وسبته وسخنته تاني وقت ما كنا هنتغدى. بس انا كنت عايزه اخلص كل اللي ورايا في المطبخ زي ما قلت لكم، علشان محتاجش ان انا افتح الحنفيه خالص طول ما الغساله شغاله، لان زي ما قلت لكم كده ضغط الميه بيضعف عليها، فبتبدا ان هي تنور وتديني انذار. فقلت ايه، اخلص اللي ورايا كله واطلع اشوف بقى لو في حاجه محتاجه اعملها في البيت بره. ده شكل الاكل كده بعد ما خلص. الاضاءه ما كانتش مظبوطه، بس الصلصه كانت طالعه حلوه جدا، يعني المكرونه كانت طالعه حلوه جدا ومفلفله كده في كل، مش معجنه ومظبوطه يعني. وده شكل الكبده، جربوها وهتعجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.